صلى على النبي اختي. وعشان تختلفي في شهر رمضان الكريم عن كل الناس لازم تعملي كفتة غريبة الشكل. النهاردة احنا هنعمل كفتة كريم باشا. يلا بينا. ربع كيلو لحمة مفرومة، مش هحتاج اكتر من كده. بصلاية كبيرة حلوة كده منزوعة من المية مبشورة، ملح، فلفل، بهارات كفتة، وبشرة جوزة الطيب، بشرة صغيرة تدي طعم. ونقلب كفتة كريم باشا. اهم حاجة البصلة ما تكونش فيها مية. كده الكفتة اتسمغت معايا وبقت 100 100. ونجيب الخل الخشب، دي مية البصل اللي انا بشرته، ايدينا في البصل. ناخد حبة لحمة كده حلوين، كورهم واديله ايدي، نصبعها كويس ونتك عليها كده عشان ما تفكش معانا على الفحم. بعد ما صبعت ربع اللحمة بتاعي اللي عمل معايا 8 صوابع من اللحمة، تفتكروا انا كده خلصت والكفتة كده هتبقى تقليدية؟ استنى عليا، ركزي بقى معايا يا اختي عشان انا بيعلى ضغط الله يبارك لك. كوبايتين من الدقيق، 1 2، وفي كوباية فيها مية دافية هنحط سنة سكر، سنة ملح، نص معلقة خميرة فورية، نقلبها كويس جدا. وعلى كوبايتين الدقيق اللي عايرناهم ننزل بالكوباية واحدة واحدة ونقلب. كل ما تحتاج مية نديها. بعد ما قلبنا العجينة بتاعتنا وطلعت بالشكل ده، شفطت المية كلها، ننزل عليها بربع كوباية من الزيت عشان نلمها. ونبتدي نلم العجينة بتاعتنا بعد ما لميناها كويس بالزيت، ونغطيها بأي فوطة عشان تخمر براحتها. معلش يا وصفة طويلة جدا بس ممتعة جدا. وننزل بالكفتة بتاعتنا ونشوي بقى. ونقلب الكفتة بتاعتنا كده عشان ما تتحرقش مننا. بص الجمال، بص الجمال يا ريس. انا حاسس ان انا ما بعملش وصفة، انا طالع رحلة طولت قوي صح؟ طول ما في دخان كده بيطلع انا مبسوط. بص جمال الكفتة لما اتشوت. بعد ما خلصنا شوي نخش على التقيل. وكده تكون العجينة خمرت. ونكور ونرمي، نكور ونرمي. نديها رشه دقيق حلوه كده. انا مش عايز افردها بشكل دائري، انا هفردها بشكل طولي بنفس الطريقه. اعملها كده زي العيش الفينو بالظبط. ابتدي افردها بالمردانه كده. انا عايزها تبقى مفروده بالشكل ده. وناخد صبع الكفته كده ونلفه بنفس الطريقه. بص الجمال، نلفه حوالين صبع الكفته بنفس الطريقه، نداريه خالص بالشكل ده. ونقفل عليه بنفس الطريقة. نتأكد ان العجينة كلها قفلت على الصبع بتاعي بالشكل ده. مش مهم ان هي تكون متهندمة قد ما مهم ان احنا نغطي الكفتة بتاعتنا بالشكل ده. نقدر كمان نحط جبنة موتزاريلا او اي حاجة بنحبها حشو مع الكفتة. ننزل تاني بصبع الكفتة كده ونمسك كده العجينة بتاعتنا ونبتدي نلف جوه الجبنة بنفس الطريقة. بعد ما لفينا الكمية بتاعتنا كده نديها زيت من على الوش بنفس الطريقة.